عندما يجتمع كارثتين من كوارث الزمن، سانوس وصدام. عايزك تطقطق ودانك كده وتركز معايا. الكلبين عندهم 10 شهور. سانوس عنده مشاكل سلوكيه زي ما انتم شايفين كده، غشيم وبيتنطط وبيعض كلب كين كورسو. وصدام زي ما انتم شايفين كلب اكيتا، لطيف ظريف خفيف مشاكس معاكس. ولكن النهارده يا جماعه زي ما انتم شايفين كده محتاجين ان احنا نخرج الباور للكلبين، وبعد كده ناخد كلب نشتغل معاه. قلت الكابتن مروان هتعرف تعمل ايه مع الكلاب دي؟ قال لي ما عيب عليك يا كوتش، انت عارف انا كده كده بصد في اي حاجه. اخد اول حاجه صدام وابتدى يشتغل معاه التريننج بتاعه واداله الاوردر بتاع ست وداون. ولكن يا جماعه زي ما انتم شايفين كده كان بيعصلك كتير جدا لحد ما ابتدى ان هو يتعلم الاوردرات بتاعت اول سيشن ليه. وتخيلوا ان كلاب 10 شهور لما نيجي نبتدي معاه في الوقت ده، لما كلاب كمان تبقى عنيده او كلاب مش متعوده ان هي تبقى بتاخد اوردرات، فده الموضوع بيبقى صعب. احنا حابين ان اول سيشن ما نبقى ماسكين الكلاب كويس، يعني ما نبقاش ماسكين الكلاب بالليش. ولكن في كلب نفع، في كلب لا كان محتاج يتمسك من نفع عشان كل شويه بيفرهد ويتنطط ويعمل مشاكل. زي ما انتم شايفين كده كمان بعد ما خلص مع صدام ابتدى يشتغل مع سانوس وخد القدرات بتاعتي له ست داون. وتعالوا نسمع المعلومه من كابتن مروان. النهارده معانا كلوبين، معانا سانوس ومعانا صدام. سانوس كان تعديل سلوك وصدام كان طاعة. النهارده خدنا اوردرين في الاوبيدينس سيت وداون، واشتغلنا مع سانوس على الحاجات اللي هو بياخدها من على الارض، السلوكيات في العموم. ما تنسوش تنشفوا وتقولوا نشفتوا وتجمدوا وتقولوا جمدتوا، واستنونا في حلقة جديدة مع سانوس وصدام. يلا باي.